حل الأسئلة اللي على كورس البايثون على موقع جملتك. هندخل مع بعض على موقع جملتك، هنختار كورس البايثون، ننزل على lesson 2، هنروح على exercise في السؤال رقم 8. طب طالب مننا ايه؟ بس هو رقم 8 بيقول لنا هنا قم بإنشاء 3 متغيرات place 1 و place 2 وقم بتعيين القيمتين 5 و6 لهم على التوالي، يعني 5 وبعدها 6 بالترتيب. تمام. وبعدين ثم انشئ متغير ثالثا place 3 وقم بتعيين مجموع ال place 1 place 2 إليه، وأخيرا اطبع قيمة ال place 3. تمام. أنا كده فهمت إن أنا هعمل 3 متغيرات، متغيرين من قيم مختلفة، والمتغير التالت بيشيل القيمتين اللي أنا حجزتهم في الأول. طيب تعالى بقى نحل السؤال ده على موقع البروجرامز. نيجي على موقع البروجرامز ونتأكد إن إحنا مختارين لغة البايثون اللي هي دي. كبر الشاشة كده. طيب عايزين بقى نحل السؤال المطلوب مننا. طيب أول حاجة أنا هعمل إيه هنا؟ إحنا زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت إن البايثون مش محتاج في المين إن أنا أكتب فانكشن المين علشان أشغل الكود، لا أنا بكتب على طول الكود بتاعي وهو بيفهمه على طول وبيترجمه وبيعرضه قدامي على الشاشة. فأنا أعمل إيه بقى؟ أول حاجة أحجز المتغيرات اللي هي place 1، ده بيساوي إيه؟ 5. بس كده، مش لازم سيمي كولوم، عادي أو ممكن أكتبها. بعدين هحجز متغير تاني place 2، ده بيساوي إيه بقى؟ يساوي 6. طيب ده كده المتغيرين اللي أنا حجزتهم اللي هم 5 و6. المتغير التالت بقى عايزه المفروض يشيل القيمتين دول، فهعمل إيه؟ أحجز المتغير الأول place 3، ده بيساوي إيه بقى؟ أنا عايزه يساوي القيمتين اللي في الأول، فهعمل له إيه؟ هقول له البليس 3 ده بيساوي إيه؟ بيساوي البليس 1 زي ما أنت فكرت كده زائد البليس 2. ممكن كمان ما اكتبش السيمي كولوم، بس انا اتعودت اكتبها فهكتبها، لكن المفروض انا بكتب بايثون فاتعود ان انا اكتب بلغة البايثون ما يكونش فيه سيمي كولوم. طيب تمام. انا بقى عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اطبع القيمة الاخيرة للمتغيرات دي اللي هي فين؟ اللي هي في البليس 3. برافو. فاعمل ايه؟ احنا خدنا امر الطباعة في البايثون ان هو بكتب print، وبعدين افتح القوسين، وبعدين جوه القوسين ده انا بكتب الحاجه اللي انا عايز اطبعها. انا عايز اطبع ايه؟ عايز اطبع البليس 3. طيب قبل ما ندوس رن، تعالوا بقى نتريس الكود مع بعض، نشوف ايه المفروض النتيجه اللي تطلع من الكود اللي انا كاتبه. ودي مهاره لازم تكون عندك وتتمارس بيها، لازم تتعود عليها وتمارسها كتير، لان دي المهاره اللي بتفرق بين المبرمج والتاني، والذكاء الاصطناعي والمبرمج الاحترافي. فانا هعمل هنا ايه؟ اتريس الكود واحده واحده سطر سطر، اشوف هو بيتكلم عن ايه والنتيجه المفروض تطلع منه. اول حاجه عندنا هنا البليس 1 ده جواه 5، تمام. وبعدين بليس 2 ده جواه 6. يبقى انا هنا في متغيرين، واحد ب5 واحد ب6. طيب السطر التالت بيقول ايه؟ في بليس 3. يبقى انا حجزت متغير اسمه بليس 3. وبعدين بديله قيم ايه؟ بيساوي ايه بقى؟ بيساوي البليس 1 اللي هي 5 زائد البليس 2 اللي هي 6. طيب يبقى بليس 3 ده بيساوي ايه بقى؟ اما يساوي 5 وال6 اللي هي 11. اذا البليس 3 ده بيساوي 11. يبقى انا هنا لما اعمل امر طباعه للبليس 3 المفروض يطبع لي هنا 11. تعالوا ندوس رن ونشوف. فعلا طبع 11. اخدنا بالنا ان احنا مش لازم نعين نوع المتغير هيكون ازاي. يعني انا هنا كاتب اسم المتغير على طول ومديله القيم. في لغات تانية ده ما ينفعش، لازم أعين نوع المتغير الأول. فهنا البايثون سهلة كفاية إن أنت تكتب اسم المتغير وتديله القيمة، وهو أوتوماتيك بيخلي نوع المتغير من نوع القيمة اللي أنت اديتها له. ده كان الحل بتاعي، ولو عندك حل مختلف ممكن تسيبه في الكومنت.